سلام الله عليكم غالياتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا كامل مهنيين. اليوم جيتكم بهاد لا فيديو التي اقل ما يقال عليها بنينه بالبزاف. نقول لكم هاد التحضيره الجبنيه ولا جبن البيدون اللي راهو داير حاله على المواقع التواصل، نقول لكم بزاف بنين حقيقه. الوحده ما تراطيش اي حليب خسر لك ولا فسد لك، نقول لك غير بزوج شكاير تاع حليب راح تتحصلي على 800 وزياده غرام من جبن البيدون. نقولوا بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه نحتاجوها في هذه الوصفه، نجيبوا المرميطه نتاعنا نحطوا فيها زوج كاير تاع الحليب. هكذا خياتي راح نفرغ فيها زوج كاير تاع حليب بالطريقه هذه ونروح نحطهم على النار. هنا حطيت حوالي ملعقتين كبار تاع خل. اذا كان الحليب تاعكم نتوما رايب يعني اصلا ما تزيدوا له والو، يعني راح ينفصل وحده بهذا الطريقه. هنا بعد ما خليته قريب يغلي، غير شفت الحليب تاعي يعني بدا ينفصل، الجبن في جهه والمصل في جهه اخرى، طفيت عليه وجبت هنا القدره والكسكاس تاعي باش نصفي الحليب ديالي بالطريقه هذه. لحد الان كل حاجه راهي واضحه وسهله، وديما نقول لكم حنا هذا الوقت رانا نديرو في تحضيره جبنيه. بعد ما خليت الجبن تاعي يعني يقطر مليح، واش راني ندير؟ جبت من هذاك الماء المصل هذاك تاع الحليب وهو ساخن، جبت منه زوج كيسان بالكاس تاع وليد، جبت منه زوج كيسان بهذه الطريقه. درت 4 ملاعق تاع فرينه، ونحط على راس المغرف بيكربونات، وعلى راس المغرف ولا ملعقه صغيره تاع خميره الحلويات، واكيد راح نحط الملح. هكذا البنات، وراح نخلطهم بالفوي جيدا يعني، وكل حاجه راهي سخونه. عفوا ما درتش 4 ملاعق فرينه، درت 4 ملاعق مايزينا. دوكا تقدروا ديروهم لي دو، تحبوا ديروا زوج مغارف منا زوج مغارف منا كيما حبيتوا. انا درت غير لا مايزينا. من بعد رحت ديتهم على نار البنات متوسطه، بقيت نحرك فيهم حتى هذاك الخليط عقد كيما راكم تشوفوا. غير لو فات عقد الخليط تاعي باسكو فيه المايزينا، حطيته على الحليب اللي قلت لكم خليته يقطر. دوك راني حطيته هنا في مرميطه وحطيت عليه الخليط اللي حطيته على النار بالطريقه هذه البنات. ونروح نضيف حوالي 5 قطع من الجبن، زوج مغارف كبار تاع مارغرين، هذه هي. وماذا بكم زبده بلديه اذا كانت عندكم زبده تاع البقره ولا يعني. وراح نجو نضربوا كلش بلو بغا ميكسور. صدقوني يا البنات خرج بنين، يعني الحقيقه هو تحضيره جبنيه ما راهوش جبن حقيقي، ولكن الجو تاعو يعني احسن من هذاك اللي نشروه من تاع البيدون. القوام تاعو خرج املس ولا اروع، يعني خرج يشابه للفرماج ولا للفرماج تاع البيدون. وهنايا البنات بزوج كاير حليب كما شفتوا، بزوج كيسان من المصل تاعو يعني من لحيته بخرلو، مع 5 قطع من الجبن، مع على راس المغرف بيكربونات، وعلى راس المغرف حطينا ولا ملعقه صغيره من خميره الحلويات. اكيد نحطوا الملح يعني، وزوج مغارف مارغرين. تحصلنا على 800 غرام من جبن البيدون. صدقوني تحضيره جبنيه ولا اروع. القوام يعني خرج كريمي كما راكم تشوفوا على عينيكم، البنه خرج بنين، يعني احسن من انه نشرو بيدون ب75,000 كما راكم تشوفوا. هذا اللي قدامكم تاع كيلو 800 راهو يدير 75. كاين في جوايه بالك نصيبوه اغلى. دوك نتوما ديروا 800 غرام غير بزوج شكاير حليب غير ب5000، يعني مع 5 قطع تاع جبن. يعني لو كان نحسبوا اسعار المواد المستعمله في هذا الجبن راح نصيبوها ارخص بكثير من سعر البيدون الواحد اللي يوزن كيلو و800 غرام. وهنا يا البنات بعد ما وزنته بالطريقه هذه خليته في هذا البول، يعني اكيد قبل الاستعمال راح ندوه للثلاجه يبرد تماما. انا خليته ليله كامله برد يعني نهائيا. غلفته اكيد بالبابي فيلم من الفوق. ومن بعد البنات يعني قلت مع الصباح نجبدو ونشوف القوام تاعو. يعني صدقوني القوام تاعو كيما شفتوا على عينيكم في اول لا فيديو كان قوام يعني جد كريمي وبنين بالبزاف. اكيد لو كان نصيب التحفيز في هذا لا فيديو راح نزيد نحط لكم انواع الاجبان الاخرى. اكيد راح تخلوا لي رايكم في التعليقات، واذا كنتوا حابين ندير لكم الانواع الاخرى خلوا لي تعليقات. اكيد راح نلبي لكم كامل طلباتكم. واكيد اللي مازال ما لحقتش ولا مازال ما لبيتلاش طلب تاعها من طلبات
السابقه، نقول لكم ان شاء الله كل نهار ونهار بالمقدور نتاعي باذن الله راح نلحق لكل وحده اللي لها الطلب تاعها. وهنا خياتي العزاز مع الصبيحه، شوفوا القوام تاعو البنات اللي خرج املس وكريمي، يعني خرج ما شاء الله. البنه تاعو انا بهرتني روعه، داقوه لي تاني في الدار اعجبهم. نقول لكم هنايا لحقنا الى نهايه فيديو تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله نكون خفيفه ظريفه عليكم، ونقول لكم الى الملتقى بحول الله. ما ننساوش نصلوا ونسلموا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبركاته. صحيتي.